ليه بقى الناس بتجيلنا من اخر الدنيا؟ هقول لكم انا ليه. اول حاجه علشان ايدينا مسطره في شغل التاتو والمايكرو بليدنج. تاني حاجه علشان الواننا الاوريجينال اللي بتشوفوها في كل الفيديوهات بتبقى طالعه عامله ازاي. تالت حاجه علشان الرسمه بتطلع مظبوطه وخبرتنا اللي فوق الحاجه و20 سنه. نبص بصه بقى على الحواجب دي، كانت قبل لونها رمادي وشكلها مش حلو، واحنا عملناها تاتو حواجب عادي باللون البني المتوسط بس رسمه مسطره. نبص بصه كده عليهم، قبل كان شكلهم عامل ازاي وبعد بقى شكلهم عامل ازاي. انا كان حواجبي عانيت منها بجد، بس طبعا ميسيو انا طبعا بالنسبه للاعلانات اللي انا شفتها وبالنسبه للعملاء اللي انا شفتها بصراحه تسلم ايده بجد بجد، ربنا يخليك بجد فعلا يعني تسلم ايدك. كنت جايه خايفه جدا قلقه جدا ومتردده وانا عندي قلق فظيع. اقول لهم انت قعدتي كام ساعه عشان تقتنعي؟ لا كنت انا اصلا من النوع اللي قلقه لان انا عانيت، بس مع ميسيو صبري ما فيش كلام بصراحه بجد والله. ميرسي ربنا يخليك، ميرسي خالص والله، ميرسي يا حبيبتي نورك والله. طبعا الكاميرا اساسا ظالمه الشغل وظالمه اللون. طبعا زي ما احنا شفنا كده انا بصور بكاميرا 4K. ليه بقى؟ لان انا عايز اجيب شغلي وعايز اوصل لكم الصورة 100% والشكل يكون واضح، لاننا واثقين في شغلنا قوي. لو عندك حواجب قديمة لونها رمادي مش مظبوطة، عايزة تعمليهم مظبوطين فوق 100%، يبقى ده بتاعتنا احنا. في حاجة تانية عايز اقول لكم عليها. اول مرة لما بنيجي نعمل التاتو بعديها باسبوع طبعا الحواجب دي بتقشر، فلما بتيجي تعمل قشرة والقشرة بتقع بتاخد نسبة من اللون، فلازم نعمل اعادة بعديها ب3 اسابيع، لان احنا لما بنعمل اعادة بعديها ب3 اسابيع بتشرب اللون كله، لانها ما بتعملش قشرة زي اول مرة. فالاعادة دي مهمة جدا بالنسبة للون الفاتح، بالنسبة للون الغامق، بالنسبة للمايكرو بليدنج. بس